حين يعجز منتخب عن ضبط أعصابه ويختبئ خلف الفوضى، فالمشكلة ليست تحكيماً ولا ملعباً. المفارقة أن الغاضب هذه المرة ليس الجمهور، بل جياني إنفانتينو شخصياً. فما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ ما بدر من منتخب السنغال لم يكن رد فعل عابراً، بل سلوكاً فوضوياً مكشوفاً أساء لصورة المنافسة، ووضع كرة القدم الإفريقية في موقف محرج أمام العالم. الرسائل القادمة من الكواليس واضحة: هذا الملف لم يعد محلياً ولا قارياً. إنفانتينو يرى أن أي تهاون هنا يعني شرعنة الفوضى وتقويض مصداقية البطولات الإفريقية. وهنا تبدأ لحظة الحقيقة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: إما تطبيق صارم للقانون أو الانحياز للأسماء الكبيرة على حساب الانضباط، وكلاهما لا يجتمع. في قلب العاصفة يقف باتريس موتسيبي: قرار لين اليوم يعني غداً سابقة تقوض الهيبة وتفتح باباً لا يغلق. كرة القدم الحديثة لا تعترف بالصراخ ولا بالمشاهد المسرحية، تعترف فقط بالقانون، وبأن الخسارة جزء من اللعبة لا ذريعة للفوضى. اليوم السؤال ليس من أخطأ، بل من يجرؤ على قول كفى. القانون فوق الجميع، وإلا فالفوضى للجميع.